السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. كيف ما دائما وكيف ما عاهدتوا معايا كنجيب لكم الوصفات اللي ساهلين، مقادير سهلة متواجدة في كل بيت، والطريقة كذلك أسهل، وكيجي شكل راقي اللي كيعجب الوليدات وكيعجب الكبار والصغار، لما لا. وكذلك جيتكم بواحد التعليقة اللي تجي أكثر من رائعة وما كتسيحش مع المدة، يعني كتبقى قابطة روحها لآخر حبة معكم. فقط بقاو معايا من الفيديو من الأول للأخير باش تشوفوا الطريقة والنتيجة بإذن الله. كيف ما دائما ما تنسونيش من لايك، وشكرا لكم على المشاهدة. نمر مباشرة. عندي نص كاس ديال السنيدة ونص كاس ديال الزيت، 125 غرام ديال الزبدة، بيضة متوسطة ديال الحجم، 2 معالق حتى 3 ديال الكاكاو المر. بالنسبة للدقيق، طبعا الدقيق ممتاز عفوا، كنحتاجو الدقيق الكافي وساشي ديال سكر فاني. كيف ما كتلاحظوا راه حطيت قبيصة ديال الملح، درت معها 125 غرام ديال الزبدة، كاس ديال السكر سنيدة، وغنحاول نخدم كل من الزبدة والسكر سنيدة مزيان حتى ينسجموا ويولينا على شكل بوماد. كيف ما عادتوا معايا دائما في جميع الحلويات بصفه عامه، كنأكد على هذه المرحله الاولى اننا نخدموا كل من الزبده والسنيده او السكر كلاصي على حسب نتوما واش استعملتوا عفوا، حتى ينسجموا مزيان وولينا على شكل بوماد. عاد كنمر مباشره نضيف نص كاس ديال الزيت، ودائما مع التحراك المستمر او اننا نحاولوا ندمجوا هذا الزيت مزيان ويتغير الشكل ديالها وتجينا النتيجه غير محببه. كيف ما شفتوا بعد ما انسجم الزيت مع الزبده ولا على شكل بوماد، غنمر نضيف الساشي ديال السكر فاني حتى هو ندخلو مع هاد باقي المقادير. نحاولوا نخدموه مزيان دائما كيف ما صافي. من بعد ما كينسجموا لينا العناصر مع بعضياتها وولينا الخليط منسجم، عاد نمر ان شاء الله باش نضيف البيضه، وهي كذلك بدورها خاصني نبقى نخدم فيها حتى تدخل مع العناصر مزيان. فقط تكون بيضه غير متوسطه الحجم. صدقوني الا جربتوا هاد الكاطو او البيمو، انا اكيد انه كيف ما عجب وليداتي ان شاء الله غيعجب بدوركم وليداتكم، لانه بمقادير بسيطه. وكذلك التعليكه اللي غندير الوسط ديالو او الحشوه ديال هاد بيمو كتكون هي بسيطه وكتجي النتيجه راقيه في المنظر وكذلك زوينه في المذاق. ندخل هاد البيضه مزيان حتى يولي لنا الخليط على شكل بوماد كيف ما كتشوفوا امامكم. صافي كنمر باش نضيف الدقيق، وللاشاره هنا راني ما دايراش انا الخماره الكيميائيه، يعني لا داعي باش ديروها. دائما باطراف الاصابع كنضيف الدقيق، والدقيق دائما كيف ما كنقول لكم كيبقى على حسب البيض، يعني على حسب الكاس اللي كيلتو به او عبرتو به ديال الزيت، وكذلك على حسب الدقيق فيه اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. ضفت الكاكاو المر. هنا بالنسبه للكاكاو المر على حسب درجه اللون اللي نتوما محتاجين، يعني الا بغيتو اغمق من ذلك ما عليكم الا تضيفوا نسبه قليله من الكاكاو المر على هذه النسبه اللي انا ضفت. صافي وكنبقاو غير باطراف الاصابع نجمعوا في العجينه، ودائما باطراف الاصابع كنأكد عليها الا خدمنا بالكف ديال يدينا نكونوا دلكنا العجينه، والوقت اللي غنشكلوها غيتقلص الحجم ديالها ويتغير كذلك الحجم ديالها. هذا هو الخليط بعد ما جمعته كيكون يعني ما قاصحش بزاف وما مرخوفش بزاف. نحاول نخليها في الثلاجه الا ما كنتوش مزروبين عليها، يعني تقدروا ديروها من الصباح حتى العشيه او تبات
انا هنا خليتها تقريبا ساعه او ساعتين ديال المكانه. غناخد النص ديال العجين كيف باش تعرفوا ان هذا الخليط يعني خدمته مزيان. كيكون مشقق الوقت اللي كتقطعوا العجين. كنستعن بالساشي ديال البلاستيك وكنحاول نطلق هذا المورسو ديال العجين. غنحتاج هذا المرشم، وفي هذا الاثناء راني شعلت الفران باش يسخن مزيان. غنطلق يعني قياس رقيق، بما انني غتكون حشوه ما بين كل طبقه، وكذلك باش ما يجيناش هاد الكاطو او البيمو غليظ حتى الشكل. محتاجين انه يجي الشكل رقيق باش يجي حتى راقي في المنظر. ضروري هاد العجينه تخليوها شويه في الثلاجه، يعني لا كنتو مزروبين بها على الاقل ربع ساعه او ثلث ساعه على الاقل. كنطلقها على هاد السمك، وغنستعين بهاد الشبيكات اللي راهم متعارفين كيديروا 5 دراهم عند صحاب 5 دراهم، يعني شي حاجه اللي رخيصه ونشكلوا بها الحلويات ديالنا. كنحاول نضغط مزيان باش الرشمه ديال هاد البلاستيك يثبت لينا على العجين ديال الصابلي. كنحاولوا نحيدوه او نزولوه غير بشويه بهذه الطريقه باش ما نخسروش الوجه ديال الصابلي. وكنستعين بهذه القطعه اللي سبق لي وريتكم. كناخذ الجهه اللي ما مشنفاش وكنحاول ناخذ دوائر، يعني ما نفوتش هذا السمك، يعني ضروري يكون السمك رقيق. غنستفهم على في اللاطه اللي غتدخل الفرن، وكيف ما سبق لي قلت لكم الفران راني مشعلاه، يعني انا غنطيبو غير في فران الغاز. الا كنتو غطيبو في فران ديال الضوء او الكهربائي طيبوه فقط على 140 درجه او 150 درجه على حسب كل فران والحراره ديالو. المهم خاصها تكون اقصى درجه الحراره، يعني ما كيبغيش الحراره كثيره بحكم انه رقيق ما كياخذش الوقت بزاف في الطياب. كل مره بانت لينا شي جهه شويه غليظه نعاودوا نثبتوا عليها الساشي ديال البلاستيك ونطلقوها من اول وجديد. وضروري دائما نطلقوا من الوسط عاد نديروا الجناب باش ما يبقاش لينا الجناب غليظ. صافي كنحيدها وكنبقى على هاد الطريقه حتى نكمل الكميه ديال العجين كامله ونستفها في اللاطه وندخلها الفران. طبعا غطيب من التحت، ما تنساوش انني غنطيبها في الفران العادي، غنقص لاقصى درجه ونخليها طيب من التحت وتعاود طيب من الفوق. فقط كتشهاب بحكم اننا دايرين فيها الكاكاو، يعني نقدروا ما نعرفوش امتى طابت، ولكن فقط يتغير ليها اللون وتماسك نوعا ما. صافي وكنخرجوها ونمروا مباشره ان شاء الله باش نصايبوا التعليكه بعد ما يطيب معنا الصابلي.
وبالنسبه للتعليكه كيف ما كتشوفوا انا خديت مقله اللي حطيتها فوق عافيه متوسطه، غنضيف لها اول مكون اللي هو الجليكوز، وندير معلقه كبيره مملوءه جيدا. غنخليها فقط بمجرد ما تاخذ درجه ديال الحراره يعني تدفى شويه، صافي كنضيف ليها كاس ديال السكر سنيده، طبعا القياس بكاس العنبه كيف ما كتلاحظوا، فقط غير يذوب هاد الجليكوز، ما نخليوش حتى يوصل لدرجه الغليان. صافي وكنمر مباشره نعبر كاس ديال العنبه عامر ديال السكر سنيده، وكنوضعو على الجليكوز. هاد التعليكه كتجي زوينه ومتماسكه، يعني ما كتسيحش بواحد السرعه من بيمو او الكاطو اللي اي كاطو نبغيو نحشيو به، يعني تعليكه اللي كتبقى متماسكه وما كتسيحش نهائيا. دائما على عافيه مهيله، كنتسناو على السكر السنيده حتى يبان لينا بدا يذوب، عاد نبداو نحركو. نحول هاد المقله او الكاسرونه من الراس اللي مجهد شويه، غنحاول نديرو غير العافيه مهيله. كيف ما كتشوفوا كتشوفوا داك الراس راه شويه عافيته مجهده، يعني غادي يتحرق لينا السكر قبل ما يولي لنا كراميل. كنتسناو عليه وكنعطيوه الوقت الكافي ديالو حتى يذوب تماما. كياخذ معنا شويه الوقت بحكم اننا دايرين العافيه مهيله بزاف، نعطيوه الوقت والخاطر حتى يتكون معنا هذا الكراميل. وكيف ما كتشوفوا ها هو هنا بدا كيذوب ليا السكر. هنا في هذه المرحله كنبدا التحريك، ودائما التحريك مستمر ودائما على عافيه مهيله. الدور ديال هذاك الجليكوز انه ما كيخليش لينا هاد التعليكه تسيح تماما. صافي في هاد الاثناء راني طفيت عفوا مازال ما طفيتش على العافيه، كنخليه مازال حتى يذوب مزيان. انا راني طفيت على البريق، الا كنتو لاحظتوا البريق اللي كان على الجهه اليسرى، وكيسحاب لي مع المونتاج انني طفيت على السكر، عفوا مازال ما طفيتش عليه. صافي كندير قبيصه ديال الملح وكنحرك مزيان، وغنضيف كاس ديال اليوغورت طبيعي يعني مسوس. ممكن تضيفوا كذلك كاس ديال الكريمه السائله طبعا تدفيوها، او كاس ديال الحليب. انا هنا كان متواجد عندي فقط اليوغورت مسوس، ضفته. وخا يبان لكم الخليط انه تحجر، فقط خليه مع التحريك والعافيه مهيله دائما، راه غادي يرجع هذا الكراميل السائل. بحكم ان الخليط كان درجة الغليان مرتفعة وضفنا عليه هذاك اليوغورت اللي طبعا بارد، يعني عادي يتحجر معنا هذا السكر. غنخليه دائما على عافية مهيلة حتى يعاود يذوب من اول وجديد. انا حاولت ما نسرعش الفيديو باش يكون الشرح ولو انه غيكون ممل، ولكن غيكون مفيد بالنسبة للمبتدئات، غيفهموا جميع المراحل. صافي كيف ما كتشوفوا راه يعني داب تماما. انا محتاجه الشوكولات الابيض، وعندي هاد البقايا ديال الشوكولات بحكم انني كنخدم لي كوموند. هاد الطروفه ديال الشوكولات بقاو عندي، يعني والوقت اللي كيبقى عندنا الشوكولات راه ما كتبقاش عنده ديك اللمعه، يعني قلت عوض ما غنخدم به الصابلي وما يجيش فيه ديك اللمعه وما يجيش الفينيسيون هو هذاك، استغليته هنا وضفته تقريبا ضفت من 150 حتى ل 200 غرام. يعني بالنسبه للشوكولات كنضيفو تقريبا
من 150 حتى ل 200 غرام ديال الشوكولات. كنحركو مزيان حتى يذوب الشوكولات صافي، وكنطفيو العافيه. وكتكون معنا هاد الكريمه او هاد الصوص كراميل جاهز. وضروري نخدموا به، يعني ما نخليوش حتى يبرد تماما لانه غيعقاد وما نبقاوش نقدروا نتحكموا فيه. يعني غنخلطوه غير الوقت اللي نساجم لينا الشوكولات مع الكراميل. هنا كاضافه ضفت واحد المعلقه صغيره ديال او راس معلقه صغيره ديال روحه الكراميل اللي غيضيف ليه واحد النسمه وواحد النكهه زوينه. كما كتعرفوا دائما انا كنفضل هاد النكهه ديال الكراميل، كتعطي واحد اللون والمذاق كذلك رائعين معا. كيف ما كتلاحظوا غير لينا حتى اللون شويه، يعني ولا على شكل بني غامق نوعا ما. صافي مباشره بعد ما خرج لينا الصابلي من الفران، وطبعا خليناه حتى برد تماما. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو راه تبارك الله جا زوين. والكراميل كذلك فقط دفات معنا دقيقه او 2 دقائق. يعني ضروري تكون هاد الكريمه مازال يعني كما نقولوا مطلوقه او جاريه. كنوضع واحد الكميه لا باس بها، وكنحاولوا نسدوا بالطرف الاخر ديال الصابلي، وكنحاولوا نضغطوا حتى يخرج لنا هذا الخليط من على الجناب ويبان. يعني الطريقه راها سهله. صافي بنفس الطريقه كنستمر، يعني كناخذ الوجه اللي طاب عليه هاد الصابلي، وكناخذ كميه معقوله من هاد الصوص كراميل، وكناخذ الطرف الاخر ديال الصابلي وكنحاول نضغط ضغطه خفيفه باش يسيح لنا هاد او هاد التعليكه تسيح لنا على الجناب وتجي واضحه في هاد الكاطو. يعني الطريقه سهله ومقادير كيف ما شفتوا ساهلين، وحتى التعليكه يعني ما فيهاش شي تعقيدات. يعني بهذه الطريقه غنكونوا درنا واحد المجهود قليل وفرحنا وليداتنا بهذا الشكل من هذه الاشكال ديال الحلويات اللي كيجي راقي وبسيط في نفس الوقت، وحتى النتيجه كتجي راقيه وكيجي اكثر من ذلك لذيذ. وانا اكيد على جربتوه غينال الاستحسان ديالكم وغيعجب وليداتكم والضيوف ديالكم وغيعجبكم حتى نتوما لما لا بدوركم. غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله ان شاء الله، ونرجعوا في طبق التقديم. وكتكون هذه هي النتيجه النهائيه بعد ما كملنا التزيين ديال هاد الحبات. فما بقى لي الا نقول لكم شكرا لكم على المتابعه. ما تنسونيش من اللايك، واللي مازال ما تابوناتش معايا في لاشين تابونا باش هكذا يوصلها كل جديد. وشكرا لكم على المتابعه، والى فيديو قادم بحول الله، والى اللقاء.